متوجهين اليوم من هلسنبوري مدينة بالسويد إلى الدنمارك، وبعدين إلى ألمانيا، وبعدين بلجيكا، وبعدين فرنسا، وبعدين إسبانيا، وبعدين البرتغال، وبعدين ما ندري وين نوصل. طبعا هالقد ما الجو بارد واحد ما يدري ايش سواه براس. ذولا متلفلفين. انا قلت رايحين لاسبانيا وفرنسا والبرتغال، حتى انا ما جايب لي بلوز، لابس تيشيرت واليلق. المشكله بالليل بارده. إيه بس النهار حاره تصير. بالنهار حاره شنو توصل 27 عندهم حار مو طبيعي. 27 بالعراق شو اسمه شتاء. نكرز بيها بالعراق 27. اول نقطه نصعد لها العباره. حزن شنو الوضع؟ طبعا هاي شوف الاجواء. طبعا هاي العباره 3 ساعات بدات تتحرك. اسوي هيك بلكي تنام. هسه صعدنا وقعدنا بالعباره. خلينا نحكي لكم السفره شنو. راح نطلع من السويد ونروح للدنمارك، بعدين نروح نعبر بلجيكا، بعدين نروح لفرنسا نبقى كم يوم، بعدين نروح لاسبانيا نبقى كم يوم، وبعدين نتوجه للبرتغال، وبعدين ما مخططين. 100 كرونه دنماركي يمكن مو؟ طبعا هذا الجسر يربط بين جزيرتين. لازم شنو؟ لازم ندفع. طبعا احنا شلون نتواصل باللاسلكي. اقول لك شوف انا من وين نروح. بالكارت مو كاش. حسن شوف انا بالكارت ندفع. هذا لازم بالكروت. ليش هذا؟ والله علمي. على مود نعبر هذا الجسر اللي يربط بين جزيرتين لازم ندفع 100 كرون دنماركي مو حسن؟ فلازم ندفع هسه حتى نعبر للجهة الثانية. والتواصل شلون بيناتنا بين السيارات بهذا. 230 دنماركي؟ والله جميل. اوكي تشيل والله. حسن 230 دنماركي يعني يصير 290 كرون سويدي. اي والله هاي مش حاجه حسابه والله. نصور. انا راح ادفع وانت تدخل وياي سويت. انت ما تدخل. واقف خلاص عاد وياك. لحظة لازم ندفع لانه انا ادفع بالابل باي ونرجع لكم. وما دفع شيء. وين دفعنا 100 ما نسوي هاي تضرب 200. يابا هذا ما ينطيني الفاتورة. اريد شو اسمه الكفيتو اللي انطاني اياه. دفعنا 230 كرون دنماركي حتى نعبر ذاك الجسر. يابا انتظروني. اعتقد بسعر الجسر هذاك اللي هو مال مالمو صح؟ ايه من نرجع على الجسر مال شوبنهامن احسن. احسن واقرب. احسن واقرب. هم اسرع هم اقرب وهم ارخص. صدق فراس حتى لو ما شوبنهام لازم نجي على هذا تدري؟ دير بالكم ترى القاع الزحلق يعني الشارع يزحلق. السرعات مالتهم مفتوحه يعني احنا وين هناك كنا بس 120. هاي وين ما تلقاها. عمي شو شلون بنوا بس خلينا ننزل بعدين نتناقش بهذا الموضوع. طبعا اسهل طريقه بالسفر واحد يتواصل ان ذني اللاسلكي. طبعا يوصل مسافه 60 كيلو. يا معود انت تمشي شنو يا قاعد جسر شو يصير بينا؟ احنا بس خلينا نوصل للجهه الثانيه. يقول لي لا قاعد جسر بينا شو يصير بينا؟ وهنا انا حاطين منطقه مال هواء مال كهرباء يمكن ما يبين بالتصوير. اكو بعد جسر ثاني بس لا تقول لي راح ندفع مره ثانيه. والله
ما ينتبه. لا واحد بتاعت هو كله كامل. اقول لك انا السياره قاعد تزلق عندي، شنو الفيلم؟ لا انا ما لك روح تجي من هنا. يعني كيفك لا تستعجل، خلي بس ننزل. طبعا مطر، وهذا التبليط مالتهم كلش ناعم بحيث السياره تروح وتجي منها. الجو ما حلو، كله مطر وما اعرف شنو. احنا جايبين ويانا اكل نريد نطبخ بالطريق، بعدين من نوقف بمكان ونطبخ راح اراويكم شنو الاكل. اكل عراقي نتريق بيه، بعدين على مود نطبخ غدا، حتى بعدين نوصل للمدينه كبيره واحد يطب المطعم ياكل بيه. بس بين ما نلقى مطعم حلال وعربي لازم ناكل. هذا الجسر الثاني راح نصعد عليه. اقول لك صدق صار لنا قد احنا نمشي بعد 10 ساعات. ايه ما بقى شيء، هو كله بعد 10 ساعات نوصل. هاي طبينا هسه بالنفق مال هامبورغ. بس انا عندك على المدينه. لا المدينه هي فوق عن المدينه، بس بعدنا ما نهضم عليها. طلعنا من النفق. ما ندري النفق لاخ، لا ما ماكو نفق لاخ. هاي المانيا، يعني هامبورغ بالمانيا عبرناها حتى نكمل بعدين نشوف لوين نوصل. بس ازدحامات عندنا اليوم احد. واخيرا وصلنا هامبورغ بعد معاناة. هامبورغ كلها انفاق وجسوره وما ادري شنو الفيلم. يعني باقي لنا احنا هسه حاليا 900 كيلو حتى نوصل لاول مكان. جون بقيت حاب قاعد تسمعني؟ يا سمعك النفقه ما تنسحب. اسمعك انا ما بينا. اول استراحه نسوي لهم اندومي، بعد شويه راح نسوي لهم باقله بدهن بالاستراحه هنا بالمانيا. طبعا الاستراحات هنا بالمانيا كلش كبيره، فشو نسوي؟ تواليتات ومتواليتات. بالسويد عندنا استراحات بس مو بهالكبر، فراح يعبي لنا مي. زين عبينا مي، يجي كانت مي. ايه خاب نحتاجه بالطريق. حتى نسوي شاي قهوه فشي. قضينا السفره كلها نوقف نشرب مي وناكل، وبعد لنا 7 ساعات ونص حتى نوصل فرنسا. بعد معاناة ما ادري كم ساعة، كلش هواي. المانيا بالقوة خلصناها، واخيرا وصلنا هسه فرنسا. بقى لنا 150 كيلو تقريبا ندخل الباريس، بعدين راح تبدي الفيديوهات الجميلة، فانتظروا فيديوهاتنا. وصلنا هسه ساعة ما اعرف حتى ساعة طفل، ساعة بال1:30 بالليل من بعد 24 ساعة سياقة، وبعدنا ما نايمين ولا دقيقة لينصب الكاميرا حتى ياخذ له صور. ذولا يجربون الإضاءة حتى باكر عندهم يوم الوطني مال فرنسا، يحطون عليه إضاءة وهالسوالف. حسن بعد 24 ساعة ضبط سياقة 24 ساعة 1700 كيلو سقنا حتى نجي هنا. 24 وصدفت انه اليوم الوطني مال فرنسا. 26 ساعة سياقة. 26 ساعة العاد جد مطفي اني. 26 ساعة سياقة. يلا وصلنا للسفارة. يلا نروح ننام بعد. نروح ننام؟ ننام تعبنا. نروح ننام حسن؟ يلا. لانه بعد كل شيء ما نفتهم. كلش طفينا. جينا لوحده من اقدم البنايات اللي موجوده في فرنسا، هاي كابول، اللي بنايه المقوسه. بس شوفوا التفاصيل اللي موجوده هنا. طبعا عالم كلش هواي، والماركات العالميه كلها هنا، وما احكي لكم على اسعار، يعني نسلم عليه يقول لك 1000 يورو. شكو ماركه تجي ببالكم تلقوها بهذا المكان. طبعا الماركات العالميه والمشاهير وذولا كلهم تلقوهم بهذا المكان. العالم اللي هنا كلش هواي. المكان كلش قديم وانتيكه، والمحلات الماركات العالميه كلها تبدي منه وتنتهي هنا، بس الاسعار والشغلات تكون اغلى من المحلات اللي برا. نفس الماركات موجوده خارج هذا المول تكون شويه اقل، بس باعوا التفاصيل اللي موجوده بهذا المكان
القبة كبرها، شكو براند بالعالم تلقوه هنا. شكو براند، شكو ماركة، شكو فد شيء عليه علامة لزقة تلقوها بهذا المكان. طبعا الأصليات مو الكلاوات. طبعا شنو الحلو بهذا المكان؟ الحلو انه منسقين بين الحديث والقديم. ورانا القديم ومن هنا الحديث، بحيث صاير الجديد والقديم سوية، يعني التفاصيل القديمة ويا الزخارف ويا المكان الجديد، البناء والمري وهالسوالف. طلعنا من المول قلنا خلينا نفطر داير مداير، نروح نشوف الشوارع الجميلة اللي موجودة هنا بباريس وندور المتاحف. صار لنا ساعة احنا نريد فد مكان نتريق بيه حلو مرتب، بس الجماعة يطببونا من محل ويطلعونا من محل. اي والله. والله جعنا. انا جعت والله. من البارحة ما ماكلين. من البارحة ما ماكلين. ليش ما وكلناكم همبرجر؟ همبرجر ايش وكلتونا؟ توست وجبن. وكلناهم توست وجبن بالليل، قلنا لهم همبرجر. هسه لازم شو نسوي؟ نشوف اسبانيا. لازم نروح نلقي لنا مكان باسبانيا حتى باكر عقبه نشغل نطلع لاسبانيا. بكره غدا. بكره برشلونة. باكر نروح لبرشلونة. هاي الاوبرا. والله هو شيء مكتوب هنا. هاي مال تمثال من الذهب. يابا الدليل السياحي مالتنا قلنا له لقينا مطعم، فقال نمشي منه، احنا مشينا وهو يمشي ورانا، هذا غير دليل. عكس العالم. عكس العالم. طبعا جانا هذا القصر والمتحف والمدري شنو مال لوفر، حتى العينتين يشوف، الموناليزا. حتى يشوف موناليزا. ايوه. واخر شيء تطلع مو هنا. اشوف. اقول لك شو هاي ساحه فارغه. شنو الفيلم؟ يابا هذا غلط، احنا جايين. بدي اقول لك غلط. والله جايين غلط. وين هذا عبقرينا الدليل مالتنا؟ شنو خالي مسبح هنا؟ هاي شنو هاي؟ نافوره وفارغه ناشفه. بس هذا غير بناء ضخم. البناء ضخم جدا. هذا تلقى. ها؟ هذا واحد من المعالم السياحية عندهم هنا بباريس. يابا هاي لوي فيتون مسوي لك البناية كلها على شكل جنطة. راح نشتري منهم جنطة. واو هاي البناية مال لوي فيتون. المكاتب مالتهم على شكل حقيبة، وهذا المتجر اللي معروف بالعالم. هذا واحد من اشهر المطاعم مال المندي اليمني بباريس. جينا اليوم نجرب اكلهم وبعد شوي نعطيكم النتيجه. اليوم باحسن مطعم مندي بباريس. احنا جينا من السويد لهنا حتى نجرب، والاكل كان ممتاز ومشكور على اللي قدمتوه لنا. هذا المطعم صاير بواحد من شوارع شانزليزيه الفرعيه، اكله صدق طيب ويسوى. يعني ايش قد افترينا واكلنا بمطاعم، بس هذا واحد من ارقى المطاعم اللي تقدر تزورها اذا تجي لباريس. واكثر مشاهير زايرين اماتنا. طبعا اكثر المشاهير يوصلوا له، رونالدينيو والقسم من الامراء ما امراء اكثرهم يجون لهذا المطعم. صغير بس اكله طيب ونفسيته طيبه.